ازيكم يا احلى واغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدا به كلامنا الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اعز اصحاب؟ النهارده معانا الكتاكيت اهيت، اليوم الثامن ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اهو اللمبه دي مش شغاله، الدفايه الدنيا تمام، حراره حلوه، كتكوت منتشره اهو، جعانين. هنعمل مع بعض خلطتنا النهارده ونشوف ايه اللي هنحطه في الميه علشان الجو النهارده تلج بمعنى الكلمه. العلافه قدامكم فاضيه خالص اهي، لكن الميه موجوده اهي. الكتكوت منتشر الحمد لله، حيويه زي الفل ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر. نعمل مع بعض الخلطه بتاعتنا ونشوف مع بعض دنيتنا ايه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جعانين لان مفيش قدامهم علف خالص، جعانين جدا. هعمل لهم الخلطه بتاعتنا ونشوف مع بعض هنحط ايه ان شاء الله. هوريكم في اهو فضلات، لا بعيدة، ونشوف ان شاء الله نرجع مع بعض. النهاردة حطينا ايه؟ بصل، قرنفل، كركم، عسل. يبقى معانا بصل، قرنفل، كركم، عسل. العسل طبعا ما بنحطهوش واحنا وحبة البركة نسيت، وحبة البركة لو الكتاكيت عندها اسهال انا ما بحطش العسل. لو الكتاكيت عندها اسهال يا جماعة ما بحطش العسل عشان غلط بيزود الاسهال عندها. هنقلب مع بعض اهو كويس، هنقلبهم مع بعض الخلطة دي وارجع لكم عشان مش عارفة اقلبها بايد واحدة اهو. قلبتهم كل حاجة متجانسة مع بعض اهي تمام كده. هفضيهم في العلافة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي انا مش هحط سقوات تاني غير ان شاء الله، تحسينات تاني غير الكوكسيديا باذن الله، اللي هي كوكس بيور، اسفه كوكس بيور اللي هي بتاع الكوكسيديا والكوليستريدي. التحسين معانا الفراخ اهي، كله هيهجم مع الاكل، جعانين. الريحه اصلا تفتح النفس. انا كان معايا ليمون كنت هعصره على الميه اهو، بس لقيت ان الميه فيها كتير مش عارفه افتحها دلوقتي. قلت كمان ساعه كده ولا حاجه ادخل اشوفهم واحطها لهم. ما شاء الله اللهم بارك اهو، كتكوت اهو بسم الله ما شاء الله. هتقولي لي طبعا ان علافه واحده مش مكفيه، اوسع بس المكان شويه واحط لهم علافه تانية لان انا مش عايزه اضايق المكان بالعلافات. لو عندك كزبره كمون حطي. فايده الكركم يا جماعه، فايده بترفع المناعه، تخلي مناعتهم عاليه جدا. العسل منشط كبد، سوت منشط كبد حلو، كبد حلوه جدا جدا جدا. انا كنت عاملاه من يومين في اليوم السادس. الكركم بنبدا معانا من اول يوم. اللهم بارك الله اكبر. انا حاسه ان الكتكوت لما نقلته هنا غير ما كان في القفص. كان في القفص حسيت انه عرقان مش واخد راحته، الدنيا معاه مش احسن حاجه. كنت حاسه ان الكتكوت كمشان مش عارف يجري ولا يتحرك. طبعا القفص برضو ايه مش كويس. يا دوب حضنت فيه لمده 5 ايام او 6 ايام ونقلتهم امبارح في اليوم السابع يعني بعد اسبوع. لكن النهارده هم ما شاء الله اللهم بارك. سمعت ان اسعار الكتاكيت رخصت. انا كنت جايباه زي ما قلت لكم في الفيديوهات الاولانيه، كنت جايباه على 32، دلوقتي بيقولوا نزل على 22 وهينزل لحد 15 الله اعلم. برضو لسه في فرصه للناس اللي لسه ما حضنتش او ما سكنتش لموسم رمضان، قدامها فرصه تهتم بيهم قوي وتظبط الدنيا معاها. هتلحق اول رمضان ان شاء الله، حتى لو ما لحقتش اول 5 ايام في رمضان مثلا، بس لا هتلحق ان شاء الله ان شاء الله. انا كنت في فراخ بذبحها على شهر، كانت بتبقى معايا حلوه جدا والله. الدوره معايا كانت بتقعد على شهر، كانت بتبقى حلوه. وساعات انا اللي بقعدهم لمده بتاع ده 35 يوم. انا ما جبتش متهيألي ما جبتش الا 40. هي المفروض الدوره الاساسيه دايما بيقولوا بتقعد 45 يوم، انا ما قعدتش ال 45 يوم خالص. هنا الكتاكيت كلها اهي. دايما يقولوا حطوا علفتين وسقايتين للعدد. طب انا بقول دلوقتي لو حطيت علفتين وسقايتين هياخدوا المكان، الفراخ مش هتلاقي مكان تتحرك فيه. ده كده عمر زي ما قلنا 8 ايام ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. مناعه عاليه هي،
حيويتهم حلوه زي الفل، بيتخانقوا على الاكل لان هم جعانين. ممكن تبداي تجوعيهم نص ساعه ربع ساعه. طبعا هو في منهم اللي بياخد حته البصل وبيجري، بيحبوا التنوع اصلا في العلف، يعني بيحبوا اللون بتاع حبه البركه جدا، الحبه السمراء اللي هيرفع معانا الوزن بعد كده ان شاء الله. الحلبة ونطحنها، انا بطحنها في البيت الحلبة المطحونة. طول ما الارض تحتيهم ناشفة انا برش، ممكن احط رشة جير مطفي وخلاص، لكن الارض تحتيهم لو مبلولة وعايزة تتغير انا بغيرها. ممكن كل فترة ارش رشة، يعني كل يوم كل يومين ارش رشة. انا امبارح نقلهم امبارح الارض لا لسه اهي. انا لو قلبتها لا ناشفه اهي، ناشفه اهي. شايفه اصلا انا حاطه السمك قد ايه، الارض ناشفه تحتيهم مفيهاش اي حاجه. لو الارض انت شايفاها مبلوله لازم تغيريها، لو لقيتيها اتبلت معاكي قوي تغيريها. لكن لو انت شايفاها كده عاديه ممكن تحطي رشه جير مطفي. ما تحاوليش انك تلعبي في الفرشه كتير عشان التنفسي بتاعهم. الجير المطفي حلو قوي قوي قوي، بيظبط معاهم التنفس. الامونيا بيخليش ريحه امونيا في العشه، بيضيع الريحه، بيحافظ على الرطوبه تحتيهم، ما بيخليش في اي حاجه. هنا لسه بيتخانقوا على الاكل اهو، ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يومين كده ان شاء الله اوزن معاكم الكتاكيت ونشوفها بقت قد ايه ان شاء الله. انا حاسه ان هم فردوا اصلا من ساعه ما جبتهم هنا، من امبارح للنهارده. والله كان امبارح الكتكوت وشه جسمه من فوق عرقان، ما كانش مظبوط خالص وانا حاطاه في القفص. انا قلت هخليهم في القفص 10 ايام، لا ما عرفتش اخليهم ال10 ايام. حسيت ان الكتكوت عرقان ريشه زي المبلول، مع انه ما كانش مبلول ولا حاجه، لا كان شان في بعضه كده. لكن النهارده الكتكوت الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك، واخد راحته، بيجري وبيلعب في المكان براحته. المكان كويس ونضيف وكبير عليهم ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شايفين اهو، كتاكيت واخده راحتها على الاخر، بتجري وبتتحرك في المكان براحتها. وان شاء الله يا رب اخر فيديوهين برضه يا جماعه، زي ما بقول اخر فيديوهين عندي والله ما جايبين لا مشاهدات ولا لايكات خالص، مش عارفه والله ايه السبب. بتمنى كل اللي يدخل القناه يشترك في القناه، يتفرج على الفيديوهات للاخر. نفسي قناتي تتفعل، نفسي قناتي يبقى لها محتوى هادف، يعني الكل يشوفها، تبقى قناه عاليه، نفسي الكل يعرفها. وده مش هيحصل طبعا غير بيكم ان شاء الله باذن الله. بتمنى كلكم يا رب تتابعوا قناتي باذن الله يا رب ان شاء الله، ويكون محتويها يفيدكم وتفيدوني. وبرضه اللي ليها عندي سؤال يقوله، ولو في اي ملاحظه على كتاكيتي او في اي حاجه يقول لي. احنا دايما مع بعض، وان شاء الله يا رب كده قناتنا تكبر بيكم. متشكره جدا لكل اللي وصل لنهايه الفيديو، يا رب دايما نكون مع بعض وتكونوا سند ليا وتكبروا لي قناتي. متشكره جدا ليكم. واخر كلامنا الصلاه على الرسول سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.